قلبتي لي الموازين ورولتي الفضاءات كلها، الفضاء الإعلامي، الفضاء السياسي. برافو عليك. 500 ألف حسب الأرقام الآخر، الأرقام التحديثات بالنسبة للناس الذين تدفقوا على رؤية والحضور في الفن الكبير جدا الذي قدمه الفنان المغربي توتو الجراندي توتو في منصة موازين في السويسي في الرباط العاصمة المغربية. هذا الفيديو هذا اللي غادي نقدمه لكم اليوم غنسمعوا بزاف ديال الأصوات وغادي نشوفوا كيفاش تناولوا مجموعة من الأسماء اللي هي موجودة ومعروفة وبعضها مثير للجدل بخرجاته وأفكاره في المغرب، وغنسمعوا كيف تم التناول وكيف تم التوظيف وكيف كان التعليق من طرف كل اسم على حدة، وفي نفس الوقت شنو هي الملفات التي فتحها توتو. الظاهرة التاطاوية، النظرية التاطاوية التي قلبت الموازين في المغرب، وغادي نسمعوا أول واحد اللي هو السي حميد المهداوي كيف تناول الموضوع وكيف وظفه وكيف خرج به على المغاربة. اعتبرها انا تضامن معايا هذاك طوطو. ها صالغوط، هاي دابا هاد صالغوط هي شو المغاربه شوف ولات الولاد كيلبسوا صالغوط، التونيات كلشي. هاي صالغوط وانا كيجيبوني اللجنه المؤقته علاش قلتي صالغوط كلمه بذيئه. ها بن كيران قال ها الوزير السعدي، ها الصحفي، ها الصحفي الاخر، هي في دوزيم، هي في افلام. لا عندنا مع حميد المهداوي اللي مستهدف في الدوله المغربيه. ستاتي باش كتحدد الشركه، لا ماشي بستاتي. وحيث ان اذا كما استمعتم حميد المهداوي بطبيعه الحال من حقه يعني انه يوظف الحدث، هو حدث حقيقي في المغرب، وهو هذا الأغنية التي أو الأغاني والاحتفال عموما اللي أثار يعني جدل كبير جدا. في نهاية الفيديو غنتكلموا شوية على الفن وعلى هاد الأمور هذه كلها، بين معارضين ومؤيد، بين من يتحدث عن الأخلاق والقيم، بين من يتحدث على السقوط والدناءة وانهيار الذوق العام إلى آخره. كل هذه الأمور هذه غادي ناخذوا ما هو سياسي ومن بعد نمشيو لما هو بين قوسين جدلي فكري وفلسفي إلى آخره. السي حميد المهداوي يخرج علينا في هذا الفيديو هذا بطبيعة الحال توتو بن كيران إلى آخره، ويتحدث عن نفسه، وأنا أقولها مرة ثانية يحق له ذلك. وبطبيعة الحال طرح أسئلة وركب على الحدث ووظفه لصالح المحنة لنقول التي يمر منها السي حميد المهداوي، وهو الحكم القضائي الذي صدر في حقه من طرف المحكمة المغربية بعد الحكم الاستئنافي الذي عقب الحكم الابتدائي بسنة ونصف، والتأكيد الحكم الابتدائي اللي هو سنة ونصف نافذة و150 مليون سنتيم مغربي لصالح المشتكي والمتضرر وزير العدل السي وهبي. فإذا هو وظف هذه المسألة هذه وتكلم على أنه كيف يعقل على أنه في هذه الحالة ديال الصخب وهذه الحالة ديال هذا النوع من الأغاني اللي الكلمات ديالها نابية والكلمات البذيئة، ورغم ذلك يحتفل به بل ويتم عرض الاحتفال على القناة الثانية، وفي حين أن السي المهداوي في إطار أطروحة أو في إطار خطاب ديال المظلومية أنه يتعقبون عليه أنفاسه والحركات ديالو، وتطرح هذه الأسئلة هذه بهدف المقارنة وإثارة يعني نوع من التساؤلات في عقل المتلقي في خطة دفاعية على ما يمر منه. ما كاينش غير المهداوي اللي يتكلم على الموضوع، تكلم أيضا على الموضوع السي توفيق بوعشرين في كلام في السياسة. هذا هو الإحساس أو العنوان الصحفي الذي تبادر إلى ذهني وأنا أتابع يعني. ونبغى نتكلموا على واحد الحالة شهدتها الرباط نهار السبت يعني البارح، وعطيتها عنوان هو توتو وشعبه يحكمون الرباط لمدة 3 ساعات. هذا هو الإحساس أو العنوان الصحفي الذي تبادر إلى ذهني وأنا أتابع يعني أمواج من الشباب والشابات يتدفقون على منصة موازين في السويسي. موازين الذي عرف هذا العام حالة من الفوضى غير مسبوقة، ربما تكون هذه هي آخر
إذن سي توفيق بوعشرين خطة من نوع آخر، وهموم من نوع آخر، واستراتيجيات من نوع أخرى، وأطروحة معروفة ومعهودة وباتت يعني مكشوفة إلى حد بعيد، وهو الدقان كما يقال بالمغربية على الملكية المغربية. لأنه في قال يعني بواحد النوع وكأن الأمر يعني هو نوع من الإلهام الذي يصاب به الإعلام الصحفي، أو وكأنه وحي ينزل. وفي اللحظة التي كنت أراقب فيها ذلك البشر الذي يعني يتدفق على طوطو وعلى منصة طوطو من الأجيال والشباب إلى آخره، وتبادر إلى ذهني هذا العنوان، وهو طوطو وشعبه يحكم الرباط لمدة 3 ساعات. فدائما الإشارة نحو الملكية، الحكم والشعب مصطلحين سياسيين بطبيعة الحال، مصطلح الحكم ومصطلح الشعب، وكأنه يعني عطل طوطو كل شيء وبات هو الحاكم الآمر الناهي في عاصمة البلاد بطبيعة الحال. فإذا الإشارة ديال بوعشرين دائما في هذا النوع من الدقان إلى آخره، لأن حتى عندما يتحدث على سوء التدبير السياسي، وإن كان هو يتعرض إلى إلى الحكومة أو إلى وزراء، ولكن ربما هو يفكر في شيء آخر. نسمعوا كيفاش تناول الموضوع في تسجيل آخر. سوسيولوجيا لتفسير هذه الظواهر. موسيقى الراب التي نشأت في ضواحي نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل السود والملونين الذين اختاروا هذا الشكل فن الشارع للتعبير عن غضبهم، عن هواجسهم، عن مشاكلهم مع السلطات ومع النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي أقصاهم. وجد له هذا النمط مكانا له في المغرب. طبعا الشباب تأثروا فيه، لكنهم أفرغوا فيه كذلك مطالبهم، أحاسيسهم، مشاكلهم. وهذا ما نلاحظه في الكلمات التي تحملها هذه الأغاني، أغاني الراب. يقول مثلا طوطو في إحدى الأغاني: أنا في الراب بحال بابلو إسكوبار، كان كمي وما عجبهمش. إنه يأخذ من بابلو إسكوبار. كاين كلام سليم وصحيح بطبيعة الحال عندما يتحدث عن بداية الراب، ولكن كاين نوع من الاستخدام والتوظيف اللي غادي نهضر عليه يعني بعجالة باش نسمعوا جميع المقاطع في هذا الفيديو هذا. الناس اللي باقين غادي نسمعوهم منهم السي بن كيران، السي الرمضاني وغيرهم. الحديث على الراب ومحاولة الرجوع إلى النشأة والبداية عادي جدا، معروف على أنه فعلا بدأ كظاهرة شعبية عند الشباب في ضواحي ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هو النقيض ديال الموسيقى التي كانت تدرس في المعاهد الموسيقية لي كونسيرفاتوار إلى آخره. وكانت هذه الطبقات الشعبية الفقيرة، وخصوصا من طبقة السود اللي الإمكانيات ديالها محدودة وهي مهمشة، صنعت وأبدعت فن تعبر به عن وضعيتها إلى آخره. وهذا نقاش أيضا، نقاش حتى من الناحية الفلسفية، هل التعبير هو فقط هو تعبير جمالي، أو هو تعبير يعني مرتبط بوضع اجتماعي واقتصادي معين، أو بسيكولوجيا. ولكن كيف وظفه السي بوعشرين؟ السي بوعشرين بطبيعة الحال ينظر إلى البلاد وكأنه لا شيء ينجز في هذه البلاد، وأن الأوضاع سيئة إلى أبعد الحدود. ولا أظن أنه يحمل فقط الحكم، ولكن هو يحمل الحكم كله المغرب، يعني الحكم في نهاية المطاف بجميع دوالبه، بجميع حكوماته، حكومة الشعب وحكومة الظل. كيعطي إشارات على أن الإقبال الكبير من الشباب المغربي على هذا النوع من الغناء هو ليس يعني إقبال على الأغنية في حد ذاتها، أو على النوع ديال أو جنس الموسيقى في حد ذاته، بقدر ما هو تعبير عن صرخة وغضب وعن استياء وعن انهيار أمل عند الشاب المغربي الذي يجد نفسه في هذا النوع من الكلمات، ولأنه يشعر بانسداد الأفق. وبالتالي هو نوع من التوظيف في إطار الأطروحة المعروفة المعهودة عند السي بوعشرين، هو توظيف سياسي إعلامي في نفس الوقت. طبيعته ألا يدجنه إن صح التعبير. النقطة الثانية أن فن الراب هو فن معارض، هو فن غاضب،
هو فن الفئات التي لها خطاب نقدي اتجاه السلطة وحتى ثوري. لكن اليوم نرى بأن توتو يغني على منصات موازين، منصة الدولة بالرعاية الخاصة التي يحظى بها هذا المهرجان وما يرمز إليه. إذن هل توتو يحاول أن يجد جسرا بين ثقافة المسحوقين في الشوارع وفي الأحياء المهمشة في الدار البيضاء وفي كل المغرب مع السلطة، أم أن السلطة تحاول احتواء هذا الفن وجمهوره وغضبه وإعادة تأطيره وتدجينه وفق رؤيتها للفن ورؤيتها لنشاط؟ أظن على أن السي توفيق بوعشرين كان موفقا عندما أخلط بين أمرين اثنين، والأمر بطبيعة الحال هو متروك أولا للمتخصصين أهل الموسيقى وأيضا السوسيولوجيين وغيرهم من يشتغل على هذا النوع من المواضيع. ليس موفق لماذا؟ لأنه خلط بين زمنين في قضية الراب نفسه، والأمر يقاس على أي نوع من أنواع الموسيقى الأخرى. ودائما هناك زمن الولادة كما يسمى وزمن يتطور في هذا الجنس من الأجناس الموسيقية. بمعنى نعم إذا عدنا إلى بداية الراب سنجد على أنه كان مرتبط مثله مثل العديد من الموسيقات الأخرى في الغرب عموما، أنه في بداياته نعم قد نجد على أنه الراب ولد ونشأ وظهر في الأوساط الشعبية الفقيرة المهمشة، وكذا في زمن الولادة يعني عندما ولد هذا الفن ما غيبقاش في هذا القالب ديالو الابتدائي، يعني هذا ليطا انيسيال، ولكنه عبر التطور ديالو والاختلاط ديالو بموسيقات اخرى وبمبدعين اخرون سيصبح فنا مستقل عن الظروف التي نشأ فيها وولد فيها. ولهذا السي بوعشرين اولا هو لا اظن انه ما فرقش، انا كنظن انه اراد ان يركز على هذه النقطه هذه بالضبط حتى يحيل عليها ما سيوظفه في هذا الموضوع هذا بالضبط، وهو محاولة الإسقاط وقياس ما وصل إليه أو ما يريد هو أن يقول عن الأجيال أو الجيل المغربي الناشئ أنه يرى في توتو ويرى في الراب عموما وفي الكلمات والأغاني بكلمات نابية أنها صرخة، وأنها تعبير عن غضب، وأنه تعبير عن استياء، وأنه تعبير عن انسداد أفق وهكذا. وهذا توظيف بيني وبينكم إلى حد ما اختزالي ولا يصيب كما يقال قلب الحقيقة، وإنه هو نوع من التوظيف، على اعتبار أن من يستمع إلى الراب في زماننا هذا سواء في بلادنا نحن أو في بلاد أخرى ليس بالضرورة هم الفقراء، وليس بالضرورة هم المهمشون، وليس بالضرورة هما أبناء العمال، وليس بالضرورة هما المسحوقون. اليوم الراب هو موسيقى مستقلة بذاتها ولها عشاق ولها متابعون من جميع الأصناف ومن جميع الطبقات الاجتماعية. حتى في المغرب من الجيل الشباب الآن هناك من ينتمون إلى أوساط مريحة إلى حد ما، أو من الطبقات التي تسمى من الطبقات المحظوظة، ولكن في نفس الوقت ستجدهم أيضا مهووسون بهذا النوع من الأغاني. أيضا الامالغام الخلط الأمور من الناحية الأخلاقية، أنه الذي يستمع إلى الراب هو بالضرورة عنده واحد الإطار معين، خصوصيات، ملامح معينة، وليس صحيح. كاين ناس الشباب الذي يستمعوا إلى الراب ليسوا من المنحرفين وليسوا من المستهلكين للمخدرات، بل بعضهم من أنجب التلاميذ والطلبة، وبالعكس يستعملون الراب كموسيقى بور ديكومبريسي ولا باش انهم يخرجوا من الضغط ديال الدراسه، كلام اختزالي الى حد بعيد. غنمشيو نسمعوا الى صاحب القضيه. غنسمعكم الان صاحب القضيه او النجم الثاني في الموضوع، لان عندنا النجم توتو وهناك نجم ثاني هو الذي صنع الحدث. قبل الاحتفال تلفظ ببعض الكلمات التي لم يقبلها المغاربه، وأنه وصف بعدما كان قد وصفهم بالميكروبات والصلاقط والحمير والجراثيم، هذه المرة خرج بمصطلح جديد ووصفهم بالكلاب. فالسي عبد الإله بن كيران الرئيس السابق للحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية والخلفية الدينية،
هو المعني مباشرة بالظاهرة التعطوية أو النظرية التعطوية في الموضوع، لأنه هو اللي كان سبه وكان سماه بالسلقوط. فأصبحت السلقوط يعني هو رمز للتمرد ورمز للانتفاضة ورمز على لن أعيش في جلباب أبي، وأن هذا الجيل يحلم بطريقة أخرى، وأن هذا الجيل له لغة أخرى، وأنه تصور آخر وليس بالضرورة ما يعتقده هؤلاء الذين يريدون أن يكونوا أوصياء على طوطو وأوصياء على شعب طوطو. إذا نسمعوا السي بن كيران شنو قال. خضراء ما عيطش على طوطو وما عيطش على أمثال طوطو وما عيطش على السلاقط. هذا الربط بين المسيرة الخضراء بمعنى أن الحسن على يعني عندما نادى شعبه وطالبه في هبة رجل واحد للوقوف بهدف استرجاع الأقاليم الجنوبية، يعني نادى الرجال ونادى النساء، نادى المغاربة الحقيقيين، وبمعنى أن طوطو ليس مغربي يعني، وكأنه نفى عليه الرجولة والوطنية، وأنه وما يدرك الكلام ديال ما يسمى بالشجاعة الوطنية فيه نقاشات كبيرة، وفي حتى بعض الدراسات الفلسفية. سينتيا فلوغي عندما تناولت المفهوم الشجاعة بالدلالات ديالو الفلسفية، قالت مسألة في غاية الروعة ووضعت الموضوع في إطار الزمن. فقالت على أن الشجاعة يعني ليس شيء مستمر في الزمن، ليس هي صفة دائما تكون مصاحبة لصاحبها، بل الشجاعة هو موقف آني، يعني اللحظة نفسها والظروف نفسها هي من تقرر أن يكون المرء شجاعا أو أن يكون المرء جبانا. وأعطت أمثلة كثيرة جدا. لاكت دو كوراج، الفعل الشجاعة هو قرار آني انستونتاني. ماذا أراد أن يقول لنا سي عبد الإله بن كيران في هذا الموضوع في نهاية المطاف؟ الذين استرجعوا الأقاليم الجنوبية هم الرجال الحقيقيون وليس طوطو الذي يغني الراب. وهذا فيه نوع من التسفيه ونوع من الإساءة، مع العلم على أنه قد يكون طوطو أشجع من الكثير من الناس. وطوطو على فكرة بغض النظر إذا كانت الشجاعة تقاس أيضا بالنجاح، فطوطو تبغيه ما تبغيش، تكون راضي على ما يقدمه أو لا مختلف معاه، دير له مقاربة أخلاقية ولا تكون عندك المقاربة فنية صرفة، فهي قصة نجاح. أيضا الراميد دخل على الموضوع وكتب لنا خطبة عصماء تقول هذه الصحيفة المغربية، وفي تدوينة نشرها على صفحته الفيسبوكية شدد الرميد على أن الإشكال لا يكمن في حفل صاخب أو مهرجان بأضواء باهرة، بل في تحول تدريجي وخطير في الوعي العام، حيث أصبح الضجيج يحتفى به كإنجاز، والحشود تعتبر دليلا على القيمة، والتصفيق يغني عن الذوق. وتابع قائلا: ثمة خلل ما أصاب بوصلة الذوق فانقلب الصخب إلى فضيلة، واعتبرت الجرأة مرادفا للإبداع، حتى غابت المسافة بين الشجاعة والانحدار. الكلمات تقال دون محتوى، والإيقاعات تكرر حتى الملل، والرؤوس تهتز لا طربا بل انسياقا يروج لهذا العبث كأنه وثبة في سماء الحداثة، بينما لا هو تقدم ولا هو فن. هذا الموضوع في الحقيقة ديال الكلمات ديال السيراميد في الخطبة العصماء الفيسبوكية يحيلنا إلى مجموعة من الأسئلة. وعلى فكرة أن هناك ما يسمى بصراع الأجيال في استيعاب الذوق أولا، والذوق الإبداعي عموما، سواء كان المتعلق بالموسيقى والفنون أو الموسيقى أو الغناء أو المسرح أو الشعر. أيضا عرف هذا الانقلاب مع الشعر الحر وهكذا. المدارس الفنية التشكيلية انقلب بعضها على البعض فإذا هناك دائما صراع الأجيال، يعني دائما هناك من ستجدهم أنهم يريدون أن يبقوا أوصياء على أذواق الأجيال المعاصرة،
ما لم يفهمه هؤلاء، الشيء اللي ما فهموش، على أنه أحيانا قد تنتمي إلى العالم الذي تحيا فيه بأنت فقط شاهد. يعني في كثير من الأحيان، وهذا ما يقع، أنه الأجيال الجديدة هي التي تقود هذا العالم، وأنت عالمك يعني انتهى. هذا منطق العالم ومنطق الحياة ومنطق الطبيعة التي هي دائمة الحركة. وبطبيعة الحال ما يمكنش أنك تفرض على واحد الجيل معين أذواق قديمة مصدية كما يقول البعض، سواء الأخلاق، سواء القيم، سواء الأذواق، الفن عموما. كل هذه الأمور تتغير وتتحول وتتطور أيضا، فإما أنك تتأقلم معها وتستوعبها وتصبح جزءا منها، وإما أنك تبقى يعني من الحرس القديم، ديناصور من الديناصورات، فيل من الفيلة. ستصبح حالة شاذة في هذا العالم المتجدد المتسارع المتقلب وهكذا. هذا ناهيك على حرية الإبداع. الإبداع عموما لا يخضع إلى مقاييس يعني موضوعية. الإبداع يعني في الاستيعاب والتلقي، لا يخضع إلى معايير موضوعية. الشيء علاش أنه الفن عموما هو مبحث من مباحث الفلسفة، مجال الجمال كما يقال. وهنا المسألة نسبية la subjectivité de la perception de l'art ou de l'esthétique. المسألة نسبية. فإذا ما تراه أنت قبيح وتحكم عليه بالانحطاط وأنه فقط هي مجموعة من العبارات المكررة، هي عند البعض هي قمة الجمال وقمة الإبداع وهكذا. لهذا في المسألة الإبداعية الإنسان يكون شوية كي يأخذ بعين الاعتبار هذه النسبية، لأنه يوضع الذوق ديالو والحكم ديالو، ولكن ما ينساش الحكم والذوق ديال الآخرين، وإلا غادي يكون مجحف في حق الإبداع والمبدع نفسه. ومن بعد غادي نمشيو وسيدي شوفوا السي الرمضاني شنو قال لنا في هادشي ديالو. نقدر تشوفوا من جوج ديال الزوايا. اولا انا داك طه، وصراحه كنا في الاذاعه هنا امنا به، ذكرنا مرارا. كلمه رائعه هذه ديال امنا به، كلمه رائعه. الايمان بالفنان، الايمان بالمبدع، يعني ان تؤمن يعني الميزون دو برودكسيون ولا راديو ولا قناه ولا منصه مموله او شركه مموله للمبدعين. الايمان، فكره الايمان كلمه في غايه الروعه. الايمان بالفنان، ان تؤمن بالطاقه ديالو، بطاقته الابداعيه، بامكانياته الكبيره في العطاء الفني، طاقه خلاقه. كلمه يعني في غايه الروعه. ذكرنا مرارا واخا كنختلفوا في تقديراتنا عليه، في الوقت اللي هوجم وسمي ما سمي ووصف بما وصف، قلنا ودي اتونسيون، طوطو عنوان ديال جيل، بغيتو ولا كرهتو. والسيد انا بحكم معرفتي به وجلست معاه يعني بعيدا عن الخدمه، مع باه مع مراتو مع هادي، كان في واحد الجانب ديال الحياه والله ما كاين في هذاك اللي كيسميه سلقوط. هذه القضيه ديال الحياء والابداع هي ماشي حاله خاصه فقط. هو كيتكلم عليها هنا الرمضاني، وانا فكرتني بمساله اخرى. هذه الخصوصيه وهذه عزله الفنان. هو قال على انه تكلم مع طه، مع طوطو، يعني في وسط العائلي، ولمس فيه الحياء لدرجه انه الا هضر ما كيشوفش فيك. هذه المساله هذه معروفه عند الفنانين والمبدعين عموما. والمبدع كيعيش واحد العزله، كيعيش الخلوه. والفنان عموما ليس اجتماعي. اقصى اجتماعيه الفنان او في معظمهم بطبيعه الحال، هناك فنانون اجتماعيون، ولكن في معظمهم انعزاليون انطوائيون. الفنان كيعيش مع دماغه، وبالتالي نعم احيانا كتلقى عندهم هذا الشيء اللي لمسوه السي رمضاني في العلاقه ديالو، في العلاقه الانسانيه ديالو مع طه. اذا كاين، وانا فكرني ايضا حتى بحسن الفد، كان قالها في واحد اللقاء اعلامي مع شي راديو ولا مع شي اعلامي مغربي، قال على انه ليس باجتماعي، انه انطوائي ويميل الى العزله منه الى الاختلاط مع الناس.
وكلما قل الاختلاط من الناس كلما ارتقت ايضا اخلاق الانسان، لانه ما كيأذي حتى شي واحد. نزيدو نسمعوا السي رمضاني. وحنا في هذه المرحله محتاجين الناس اللي ما كيقدروش يخرجوا عينيهم بزاف، لان تخرج العينين كيعني الافلاس. هذا نقاش اخر تنجيو ليه. ولكن عجبني طوطو بعدا واحد الحاجه، انه من بعد 20 سنه ديال الموازين كان اول مغربي كيقول لهم بغيتوني غادي نطلع لويلام السويسي بحالي بحال داك البراني اللي كتجيبوه من برا، فاش هو احسن مني. اوكي، نسمعوا هذه وغادي نزيدو نسمعوا نقطه اخرى ديال السي رمضاني لان هي اللي كتهمني في الموضوع. ملي كنشوف السي عبد الاله بن ايران كنشوفو ماشي كنسمعو، كنحاول نقرا الملامح ديالو ديال وجهه. وثقوا بيا، شتي نهار صدر البلاغ ديال الديوان الملكي ليعلن انه عبد الاله بن ايران فاشل في تشكيل الحكومه، وبالتالي غادي يقلبوا على بلان بي اللي هو السي. هنا كان ذكاء كبير من طرف رمضاني بطبيعه الحال وظف الموضوع لصالحه، وجاي في نقاش ايضا اللي هو اكثر تعقد واكثر ماساويه من التعليق على ما وقع في منصه السويسي مع طوطو في نهايه المطاف، لان عنده الموضوع عنده علاقه بتازا قبل غزه والتصريحات الاخيره المستفزه لعبد الاله بن كيران، وخصوصا ان السي رمضاني وربما الاصدقاء ديالو حسوا براسهم على انهم مستهدفون مباشره من طرف الكلمات القاسيه جدا من طرف رجل مسين كبير في السن، السي عبد الاله بن كيران رئيس حكومه سابق، امين عام حزب العداله والتنميه ذو المرجعيه الاسلاميه. فبطبيعه الحال وظف المساله الى حد ما بشكل يعني ذكي جدا. لماذا؟ لأولا تحدث عن الفشل والنجاح، والفشل والنجاح في هذه المقاربه او هذه الثنائيه بين الفشل والنجاح في موضوع طوطو مهمه جدا. طوطو تبغيه ما تبغيش فهو قصه نجاح كما قلت سابقا، ناهيك على انه يعني يحسن اداره الصوره ويدافع عن الشروط ديالو وعلى واحد العدد ديال الامور، منها المثال اللي عطاه السي رمضاني وهو انه بقى متمسك بالقضيه ديال انه ما يمكنش انه يطلع في موازين الا الى ما طلع في نفس المكان اللي كيطلعوا فيه النجوم العالميين وهكذا. هذا باش يعطينا الايحاء على ان في الجهه الاخرى لدينا قصه فشل الذريع الذي كان من نصيب السي عبد الاله بن كيران في اداره الحكومه الاولى والثانيه بطبيعه الحال عندما لم يستطع تشكيل الحكومه، وحتى في اداره الحزب ديال العداله. كيفاش هذا هو الفكر. غنسمعوا هذا المقطع ايضا. عبد الاله بن كيران ونتحداك، هذا نداء انا كنقول لك، وما غاديش تكون راجل الا ما درتيهاش. اتحداك في مناسبه حزبيه اخرى مقبله من بعد ما يصفر لك السي فريد تيتي في ودنيك حيت انت بودينا، ومن بعد ما يلوح لك مصطفى الخلفي شي جلفه البنان تزلق عليها كما العاده، بغيتك توقف وتشد الميكرو وتبدا تردح عاوتاني مره اخرى وتقول الى الاسماء الاتيه في الى الذي شنو الاتيه اسماءهم بحال اللي كتبتي في الورقه الزبده. احمد الشرعي، رضوان الرمضاني، يونس دافقير، عمر الشرقاوي. نتوما عملاء ديال اسرائيل، وانتوما كلاب، وانتوما حيوانات، وانتوما حمير، وانتوما حشرات. انا كنتحداك الى فيك ذره ديال الرجوله السياسيه ديرها، اقسم لك بالله العلي العظيم يتنبهدلك على خريامك في المحكمه. انت راه واخا كاين اللي كينصحك ما تذكرش الاسماء، انا كنقول لك كون راجل سياسيا حيت ما كنعايركش، وكتب الاسماء وقولها بفمك، وقول انتم عملاء لاسرائيل وانتم كلاب وانتم ياك ما صحابك انا هما الاخرين غادي ندعيك 24 ساعه ونتنازل لك من بعد ما تدخلوا اصحاب النيات الحسنه. اقسم لك بالله تنبهدلك تبهديل اكثر من 2016 كيف بهدلوك الاخرين. ياك السي بن ايران. اذا ما يتقال، ولكن هذوك من بعد بطبيعه الحال في الحسابات ديالو مع بن كيران بطريقه يعني انا عندي واحد الملاحظه على هذا الموضوع هذا ديال الطريقه اللي تكلم بها السي رمضاني مع او الرساله اللي قدمها السي رمضاني للسي بن كيران، والتحدي اللي رفعوا عليه هو انه في مناسبه قادمه
إذا كان عنده الرجولة والشجاعة السياسية أنه يسمي هؤلاء بأسمائهم. أنا عندي واحد المسألة في هذا الموضوع هذا بغيت نقولها لكم، وبالنسبة لي أنها أمر مهم جدا. يقدر البعض يشوف على أن هذه المسائل هذه هي مسائل سلبية، بمعنى أن والبعض بطبيعة الحال يكتب في بعض المقالات في بعض التعليقات على أننا وصلنا إلى الانحطاط وأنه كذا. أنا أراها أنها أمر إيجابي وإيجابي جدا، بمعنى أننا قطعنا تلك ما بقاش لو بوليتيكمون كوريكت، يعني قطعنا إلا بغينا نقولوا أنه في العمل، يعني في الصراع السياسي والمناكفة السياسية والتراشق السياسي، سواء كان بين السياسيين أو كان بين السياسيين والإعلاميين أو كان بين من يحكمون وبين من يعارضونهم، أننا وصلنا لهذا النوع من المكاشفة أمام الشعب المغربي. في نهاية المطاف اللي رابح في نهاية المطاف هو الشعب المغربي، ومبقاش شي واحد اللي عنده واحد الاعتبار اللي يمكن له يحميه من النقد اللاذع. وملي كتسمع هذا الشيء هذا كتقول أن نحن على الطريق وأننا فعلا في الانتقال الديمقراطي. يعني هذا الكلام هذا بطبيعة الحال قد يراه البعض على أنه سيء وعلى أنه سلبي، وإحنا بغينا نقاش أو حوارات وطنية في الأوراش الكبرى إلى آخره، وهذا صحيح ومطلوب. ولكن في نفس الوقت هذه المكاشفة وهذه القوة وهذا الصراع والصراع المضاد وهذه المراشقة عبر منصات مختلفة بار ميديا انتربوزي مهم للوعي السياسي المغربي. نحن بخير في نهاية المطاف، وإن كان بطبيعة الحال النقاش الآخر اللي هو النقاش ديال في الملفات وفي المواضيع يعني اللي كتهم المواطن المغربي مطلوبة، وهذا ما قيل وهذا ما يعاب، يعني ما يعاب على الأستاذ عبد الإله بن كيران عن كل من عارضوه فيما ذهب إليه، هو الغياب ديال العمق الخطاب السياسي. لماذا؟ لسببين اثنين. السبب الأول هو المستوى النقاش، بمعنى أن السي عبد الإله بن كيران في كثير من الأحيان كيدخل في كلاشات، يعني بهذا المعنى بكلمة الكلاش، مع ناس اللي يفترض أنه ماشي هو اللي يدخل معهم في هذه القضية هذه. هو مستوى والطبقة التي يجب أن يعني يناقشها وأن يتراشقوا معها هما طبقة معروفة، وأنا تكلمت عليها في فيديو سابق: أمناء العامون لباقي الأحزاب السياسية المغربية، رئيس الحكومة والحكومة، النقاشات البرلمانية، التكنوقراطيون والمتخصصون في مجموعة من القطاعات اللي كتهم البلاد على حسب الملفات والقضايا المعروضة على النقاش الوطني والسياسي عموما. أما وأنه يتعرض إلى هذا النوع من الملفات، وخصوصا الإغراق النقاش السياسي بملفات أجنبية كالموضوع الفلسطيني وموضوع غزة وهكذا، أفقده هذا العمق السياسي اللي يحتاجه المغاربة واللي هو مطلوب. لماذا؟ لأنه حزب في نهاية المطاف، والحزب هو ورشة كبرى يفترض فيها أنها تفكر بالنيابة عن شريحة من شرائح المجتمع، وأنها تقدم البدائل وأنها تقترح بدائل حقيقية. سي بن كيران والعدالة والتنمية وباقي الأحزاب المغربية هي مطالبة بإنتاج وصناعة هذا العمق السياسي اللي هو مفقود إلى حد ما، ولكن حتى هذا النقاش تحدي وإلا كنتي راجل وكذا حتى هو مفيد، بمعنى أننا هبطنا السياسة للأرض، وأنه ما بقاش ديك السياسة العاجية، ديك السياسة المفارقة للواقع، وأنه فيها بزاف ديال الكلام المنمق الذي لا يفيد المواطن. وإذا هذا الصراع في نهاية المطاف أنا أراه أنه صراع مفيد. تحية لجميع المبدعين المغاربة. القتل والتهجير إلى آخره وإلى آخره. أين هي الأمة العربية والإسلامية؟ أصبح مناصرون في الدول الغربية والمسيحية والكافرة أصبحوا أكثر مناصرة لإخواننا في فلسطين منا. كيف يعقل هذا الكلام؟ وإحنا ماشي ما تنعملوا والو، تنعملوا، ولكن فعلا داك الشيء اللي كنعملوا على ما ربي يعني يكون مبرر باش الله سبحانه وتعالى يسمح لنا ويتجاوز علينا. أما الشريعة فتقول أنه إذا غزيت أرض الإسلام
فإن على الرجل والمرأة أن يخرجوا لكي يدافعوا عن أرض الإسلام، وتخرج المرأة بدون إذن زوجها. هذا هو الفقه ديالنا. إلا كان شي فقه آخر السكافي يقولوا لي. هادشي اللي قرينا حنايا. بغيتوا تغيروا الفقه غيروه، جيبوا العلماء اللي فيهم الثقة وغيروا هذا الفقه. الفقه هادشي اللي كيقول. ما حشمتيو الكلاب حاش السامعين، انتم كلاب. ما حشمتيو وما استحيتيو كتقولوا كلنا إسرائيليون. واش هذا الوقت ديال كلنا إسرائيليون؟ هذا هو الوقت ديال كلنا إسرائيليون. سمحوا لي كتقولوا لي ما تعايرناش، والله حتى نعايركم وديروا اللي بغيتي.